يا هلا ومرحبا، رح أحضر معكم مخلل الفطر بطريقة ناجحة ومضمونة 100%. استخدمت 500 غرام من الفطر الطازج، اخترته حجمه صغير، نظفته من برا. وهلأ بفور عليه بطنجرة فيها مي ومعلقة ملح. بس تغلي المي بنزل الفطر وبتركه يغلي بالمي تقريبا من 3 ل5 دقايق، بعدين بصفيه. هلا عندي علبة زجاجية أو قطرميز معقم وناشف، بضيف فيه سن توم مقطع شرايح وبعض من البهارات مثل الكزبرة الحب، كليل الجبل، الزعتر البري أو الأوريجانو. فيكن تستخدمون كلهم أو بعض منهم. هلا بضيف فوقهم الفطر. لتحضير نصبة المخلل على جنب بضيف 2 كوب من المي المغلية، وبضيف عليها معلقة كبيرة من الملح الصخري الخالي من اليود، ومعلقتين من الخل، ومعلقة صغيرة من السكر. بحركهم ليدوبوا، وبضيفهم فوق الفطر بالقطرميز لحتى غطيه. وعلى الوجه بضيف تقريبا معلقتين من زيت الزيتون، وبسكر القطرميز وبقلبه على تمه لتاني يوم. بعدين بحفظه بأي خزانة بالمطبخ، بيحتاج من 7 ل10 أيام ليكون جاهز. بعد تقريبا 8 أيام فتحته وكان جاهز. طعمته كتير طيبة، جربوه كتير رح تحبوه وأطيب من الجاهز. ما شاء الله، عن جد كانت تجربة كتير ناجحة وكتير طيب. شوفوا ما شاء الله، الحبة متماسكة وطعمتها كتير طيبة. أنا جربت كمية قليلة، ولما نجحت معي قررت شاركها معكم. وهون بعد فترة استخدمت الفطر بسلطة خضار وكانت كتير طيبة، وإن شاء الله رح شارك معكم الوصفة السلطة قريبا. بنهاية الفيديو إذا عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوا اللايك، وما تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. شكرا كتير لمتابعتكم.